يا ترى إيه هو النجاح؟ أغلبنا بيتهيأ له إن الإجابة واحدة: منصب كبير، عربية فخمة، فلوس كتير في البنك. بس هل دي فعلاً النهاية السعيدة؟ النهاردة هنحكي قصة هتخلينا كلنا نفكر تاني في كل ده. طب خلينا نتخيل سيناريو كده، الواحد وصل خلاص، حقق كل حاجة المجتمع بيقول عليها نجاح، بقى في أعلى منصب في شركته، بياخد مرتب محدش كان يحلم بيه، وكل الناس بتبصله بانبهار واحترام. بس بالليل لما الأنوار بتطفي والواحد بيقعد مع نفسه في هدوء تام، بيبدأ يحس بحاجة غريبة قوي. فراغ. إحساس بأن في حاجة ناقصة، كأن في قطعة في البازل مش موجودة، مع إن الصورة من بره تبان كاملة ومثالية. الإحساس ده على فكرة مش مجرد خيال أو فكرة في دماغنا، لأ، دي قصة حقيقية لشخص عاش الحلم ده أو اللي كان فاكره الحلم. الحكاية عن متخصص IT كان شاطر جدا في مجاله، بدأ من الصفر خالص، وبمجهوده وتعبه فضل يطلع السلم الوظيفي واحدة واحدة، ترقية ورا ترقية، لحد ما مسك منصب إداري كبير ومرتب ضخم وسمعة الكل بيحكي ويتحاكى بيها. يعني من بره الصورة كانت مثالية فعلا. وهنا بقى بتيجي اللحظة اللي بتغير كل حاجة. هو نفسه لخص إحساسه ده في جملة بتوجع قوي. قال: بكل المقاييس التقليدية أنا كنت ناجح، بس كان في شعور مزعج إن في حاجة ناقصة. الإحساس ده ما كانش النهاية، لأ، ده كان بداية النهاية لتعريفه القديم للنجاح، وبداية رحلته عشان يلاقي المعنى الحقيقي للكلمة دي. اللي حصل معاه ده هو بالظبط الفخ اللي أغلبنا بيقع فيه، فخ الألقاب والمظاهر الكدابة. بنفضل نجري ونجري ورا التايتل الكبير، ورا إن الناس تقول علينا واو، وبننسى خالص الهدف الأهم من كل ده. بصوا على المقارنة دي كده وهتفهموا قصدي. في ناحية فيها الحاجات اللي بتلمع من بره، الألقاب الوظيفية، المرتبات العالية، مديح الناس. والناحية التانية فيها الحاجات اللي بتتحس من جوه بس، إن الواحد يبقى حاسس إن حياته هدف، إنه بيستمتع باللي بيعمله، إنه حاسس بالحرية. عارف المشكلة إيه؟ إننا للأسف بنبيع التانية عشان نشتري الأولى. والجري ده مش ببلاش على فكرة، له تمن، وتمن غالي قوي بندفعه من صحتنا النفسية ومن روحنا. التمن ده ممكن يكون احتراق وظيفي أو قلق وتوتر عايشين بيه طول الوقت، والأسوأ إننا شوية بشوية بننسى إحنا مين أصلاً، وبنتحول لمجرد نسخة مزيفة بنحاول نرضي بيها اللي حوالينا. وهنا بقى لازم نقف وقفة ونسأل نفسنا سؤال ممكن يقلب كل المفاهيم اللي اتربينا عليها: هو مين بيجي الأول فعلاً؟ النجاح ولا السعادة؟ معظمنا متبرمج على فكرة معينة: لما أنجح هبقى سعيد. بس يمكن نكون فاهمين المعادلة دي بالمقلوب. زي ما ألبرت فايتسر قالها زمان بجملة عبقرية: النجاح ليس مفتاح السعادة، السعادة هي مفتاح النجاح. يعني إيه؟ يعني السعادة هي اللي بتفتح باب النجاح، مش العكس خالص. والكلام ده على فكرة مش مجرد كلام فلسفي وخلاص، لا، ده علم. الأبحاث أثبتت أن الموضوع ماشي كالتالي: لما الواحد بيحس بمشاعر إيجابية متكررة، عقله بينفتح وبيبقى عنده دافع إنه يسعى لأهداف جديدة. والنتيجة الطبيعية لده إيه؟ أداء أحسن بكتير، وبالتالي نجاح مهني أكبر. وده اللي الأرقام بتأكده في أي شركة. الموظف السعيد بيكون أداؤه أعلى، إبداعه أكتر، وحتى غيابه أقل. يعني ببساطة السعادة حرفياً بتخلي الواحد أشطر في شغله. طيب، كلام جميل قوي، بس السؤال العملي بقى: نلاقي السعادة دي إزاي عشان ننجح؟ هنا بقى ممكن نستعير حكمة جميلة قوي من اليابان، مفهوم عبقري اسمه الإيكيجاي. إيه هو الإيكيجاي ده؟ ببساطة الشديدة هو مفهوم ياباني معناه سبب الوجود، أو السبب اللي بيخلي الواحد يقوم من السرير كل يوم الصبح وهو متحمس. طيب، وإزاي نلاقيه؟ الموضوع كله في تقاطع إجابات 4 أسئلة مهمة لازم كل واحد يسألها لنفسه. السؤال الأول: إيه الحاجة اللي بتحب تعملها بجد؟ التاني: إيه الحاجة اللي عندك فيها موهبة أو شاطر فيها؟ التالت: إيه الحاجة اللي العالم محتاجها وممكن تساهم بيها؟ والرابع: إيه الحاجة اللي ممكن الناس تدفعلك فلوس مقابلها؟ النقطة السحرية بقى اللي ال4 دوائر دول بيتقابلوا فيها، هو ده الإيكيجاي الخاص بيك. والفكرة دي، فكرة البحث عن المعنى والهدف، مش حاجة جديدة على فكرة. لا، دي حاجة قديمة قوي من آلاف السنين، والفلاسفة الكبار كانوا بيفكروا في نفس الموضوع بالظبط. يعني لو رجعنا بالزمن لليونان القديمة، هنلاقي أرسطو وأبيقور والفلاسفة الرواقيين كلهم كانوا بيدوروا على تعريف أعمق للنجاح، تعريف مربوط بالسلام الداخلي وتحقيق الذات، مش بالماديات. أرسطو مثلاً كان عنده مصطلح اسمه اليودايمونيا، وده مش معناه السعادة اللحظية بتاعت الفرحة المؤقتة، لا، دي حالة من الازدهار الإنساني. يعني إن الواحد يعيش أحسن نسخة ممكنة من نفسه ويحقق كل إمكانياته.
الفكرة كلها إن النجاح الحقيقي رحلة داخلية، مش مجرد سباق بنجريه كلنا بره. كل الكلام ده بيوصلنا في الآخر لحقيقة واحدة، حقيقة مهمة جدا، وهي إنه مفيش حاجة اسمها كتالوج للنجاح. النجاح مش وصفة طبخة ليها مقادير ثابتة كلنا نمشي عليها عشان نوصل لنفس الطبق في الآخر. لا خالص. النجاح ده تجربة شخصية جدا، كل واحد بيرسم لوحته ويلونها بنفسه. وممكن جدا اللي شخص بيشوفه قمة النجاح يكون بالنسبة لشخص تاني السجن كبير. وعلشان كده السؤال الأهم اللي محتاجين نسيبه مع بعض النهاردة مش إزاي الواحد ينجح زي فلان أو علان، لأ، السؤال هو لو كل واحد فينا مسك ورقة وقلم وشلنا من دماغنا كل تعريفات المجتمع وصور النجاح اللي فرضتها علينا، يا ترى شكل النجاح الخاص بينا هيكون عامل إزاي؟